الإعلام الجزائري يتكلم عن العقوبات اللي عطاوها المغرب وعلى السنغال الخوت. سمعوا الخوت. اليوم في المغرب هزيمة قوية للقجع وحلفائه، لأنه اليوم الجماهير المغربية حتى وسائل الإعلام المغربية اليوم أخرجت سهامها للقجع، قالوا لم نستفيد شيئا مما تقوم به من لعبة الكواليس. خلينا لك، هل تراجعت الكاف عن معاقبة السنغال بعد أن أصبحت الفضيحة مكشوفة؟ عقوبات الكاف على غير العادة سقطت صبيحة اليوم على الساعة 2 صباحا و5 دقائق. يعني الكاف ولا تعمل 24 ساعة على 24 ساعة، رغم أنها وعدت بأن تصدر العقوبات 48 ساعة بعد الاستماع للطرف السنغالي وللطرف المغربي. العقوبات كانت رحيمة نوعا ما وليس كما كان يصور لها فيما سبق. هل الحملة الإعلامية وتصريحات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم هي التي ساهمت في هذا الهدوء الذي لا يسبق العاصفة؟ بالعكس، الهدوء في العقوبات التي صدرت، ولو أنها عقوبات مالية أكثر منها عقوبات رياضية. لو تعطينا سيدي المخرج العقوبات التي صدرت عن الكاف صبيحة اليوم. تفرض عقوبات على الاتحاد السنغالي والجامعة الملكية في نفس الوقت. الجامعة الملكية اللي راح نذكره فيما بعد أنها نالت في كأس إفريقيا جائزة اللعب النظيف الفير بلاي، لكنها اليوم لما نشوف هذه العقوبات نتساءل كيف نالت هذه الجائزة. فرضت لجنة الانضباط على مستوى الكاف عقوبات على الاتحاد السنغالي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية، إضافة إلى بعض اللاعبين والمسؤولين على خلفية الأحداث النهائي كأس إفريقيا بالمغرب 2025، والتي شكلت خرقا لأحكام قانون الانضباط. بخصوص الاتحاد السنغالي، إيقاف السيد باب بونا تياو مدرب المنتخب السنغالي 5 مباريات كاملة في تابعة للكاف، يعني بداية من تصفيات الكاف أو كأس إفريقيا القادمة، يعني الكأس العالم لا يسير عليها لا تسير عليها هذه العقوبة بسبب سلوكه غير رياضي في خرق لمبادئ اللعب النظيف والنزاهة المنصوص عليها في قانون الانضباط الفني. اللي اقتحموا منطقة مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد الفار وعرقلوا الحكم، عرقلوا عمل الحكم في خرق لمبادئ اللعب النظيف والنزاهة كما هو منصوص عليه في المادة 82 و 83. فرض غرامة مالية قدرها 15,000 دولار على الجامعة الملكية بسبب استعمال الأنصار لأشعة الليزر. كانوا يديروا الليزر للاعبين تاع منتخب السنغال. بخصوص